بتكسف بقى كفايه والله. انا متشكر جدا والله، ما عملت حاجه. ما عملتش حاجه ازاي؟ عليا النعمه، انا بقالي 20 سنه في الشغلانه، عمري ما شفت ولا سمعت سحر زي اللي شفته وسمعته النهارده. ما قلت لك يا بص، قلت لك وانت ما صدقتنيش. لا صدقت وامنت وبصمت بالعشره كمان. شفت صوتك كان ملعلع ازاي يا فنان؟ ها ايه رايك بقى؟ عظمه على عظمه يا سيد الناس. انا محقوق لك ولازم انا اروق عليه. ده الشاي بتاعك. الشاي؟ ودي بقى حته انما ايه ده؟ اعلى خيال واعلى دماغ. يا معسل ده كان زمان. ده مش معسل، يخرب بيتك ده عشان. لا لا لا، ابوس ايدك يا ابن خالتي، هو الهندسه ملوش في الكلام ده. طب خلاص، خد انت الشاي وسيب الدخان لصاحب نصيبه. هستناك الطلعه الجايه يا فنان. يومين ثلاثه بالكتير واكون عندك. تسلم. اتعلمت عليا النوبه اللي فاتت، بس سماح عشان اللي انت عملته ده هيخليني اعلم على السوق كله. الله عليك. سلام يا هندسه. سماح بقى. سماح باللوك الجديد الجميل بتاعك ده. معلش يا باشمهندس، اللي ما يعرفك يجهلك. الله يخليك. تشرب ايه بقى؟ لا ما شربت بقى خلاص، شربت مشروب اول وتاني وتالت، خلاص كفايه كده. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هوريك الخير كله اللي انت ما شفتوش في الاذاعه ومش هتشوفه في اي مكتب ولا استوديو بره الاستوديو ده. خد. عايزك بقى كده تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتمضي. ده عقد ب5 سنين، مرتب شهري ثابت، غير نسبة من التسجيل وطرعمة الزباين. اللهم صل على النبي. ده كده جبرت على الاخر، دي فرصه مش هتتكرر. استنى يا مولانا، امضي ابوس ايدك، دي فرصه مش هتتكرر تاني. استنى يا أشرف، سيبه يبص على الرقم الأول وبعدين يتكلم زي ما هو عاوز. انت فهمتني غلط يعني، هي مش موضوع رقم الحقيقه، مش كل حاجه فلوس برضه. هي بس يعني بيبقى في ساعات. لا بيبقى في ساعات ايه؟ انت عارف انت بتعمل ايه، دي اغراءات عظيمه. هي بس ساعات بتبقى يا ما شاء الله كل ده عشان شويه السمكره اللي انا عملتهم دول. شوية السمكرة اللي انت عملتهم دول هيكسروا الدنيا. ليه بقى؟ الواد بارومة ده جديد في الكار بتاعنا. راح للواد سيد العتال قال له اعمل لي تيمة، راح عاملها له وملحنها له على الواقف. ما كانش يحلم انها تطلع بالشكل اللي انت طلعته دون. انت مش واخد بالك الغنوة دي لما هتنزل السوق هتفرقع. كل ملحنين مصر هيجوا عشان يسجلوا عندك. كل ملحنين مصر مستعدين دلوقتي سمكره وكده. انا فهمتك، انت باين عليك دقة قديمة. انت ما شاء الله عليك. بص حضرتك، انا بحكم مهنتي براعي ضميري، فبسمع كل حاجه جديده، بحبها ما بحبهاش مش مهم. بس لو هتسالني عن هوى قلبي، لا دقه قديمه جدا. طيب بص يا باشمهندس، سيبك من هوا قلبك. ده اكل العيش اللي ماشي في السوق دلوقتي. هتاكل وتاكل عيالك ولا تسيب اللقمه لغيرك؟ هياكل يا بص، هياكل ويحلي ويحبس بسجاره كمان وهيدعي لك. يلا بقى هندسه، اظن بقى دي ما فيهاش كلام. انا بس عندي سؤال صغير معلش، احنا ايه تاني؟ مش في عيش وملح ايه ومشاريب تاني؟ خلص. في الرفيع كده زي اتفضل. الزميل الباشمهندس اللي كان قبلي، كنت فهمت كده طشاش يعني انه صفرتوه، ما فهمش ايه اللي حصل معاه بالظبط. يا عم انت هتعمل كشف هيئه للناس كلها ولا ايه؟ الله الله، ليه القلبه دي حضرتك؟ ما كنا حلوين، عيش وملح وعشم من باب الفضول ده. لا هندسه، دي كانت قضيه بسيطه يعني، مجرد قضيه ترامادول. تصدق قلبي كان حاسس. طب انتوا ايه مش تعتبروا يعني مهندس صوت وراح في ترامادول عايزين تطيروا تاني دلوقتي هو ده انيل ولا الترامادول؟ يا سلام، خد قرر انت بنفسك.